روني، شقي شقي يا ولدي شقي. تفضل. رأي المغربي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة لكم الإخوة الكرام. سعيد جدا بالتواجد معك الدكتور منار السليمي. شكرا جزيلا لك على المساحة، وكل الشكر لضيوفك الكرام. تحية طيبة عاطرة من مدينة الداخلة، أقصى الأقاليم الجنوبية بالصحراء الغربية المغربية، تاريخيا وحاضرا ومستقبلا، ولا ننسى الأطلسية. لما لهذه الكلمة من معزة لدى الدكتور منار. فكل التحية للأخوة المتابعين، شكرا جزيلا لكم على تعليقاتكم، وأعتذر للأخوة المشرفين المنصة، ربما كان هناك ضغط في التعليق، لكن هذا لمحبة الأخوة وهذا فضل من الله تعالى. الأخوة الكرام، أولا الحمد لله الأقاليم الجنوبية وبالضبط جهة الداخلة وادي الذهب استقبلت الخطاب الملكي بفرح بالغ. كانت هناك احتفالات ويعني مهرجانات، وأيضا عدة لقاء مع مسؤولي ومنتخبي الجهة في استماعهم إلى توجيهات الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد، هذه المناسبة الغالية على الأمة المغربية. وهنا أريد أن أرى أو أن أتحدث عن مفهوم الأمة المغربية من وجهة نظري المتواضعة. طبعا الأمة المغربية الإخوة الكرام، أو مفهوم الأمة من وجهة نظري الحاضنة لكل التغييرات الثقافية والتعبيرات الثقافية واللغوية في مجالها الإقليمي، وهي النموذج المحصن ضد كل التهديدات الأمنية والفكرية أو الأيديولوجية إن صحت. وهذه الأيديولوجيات أو التهديدات التي تستهدف مواطني هذه الأمة، فتجد هذه الأمة تجتمع وتتحد رغم يعني اختلافاتها الثقافية أو اللغوية أو الإثنية أو الدينية. تجتمع هذه الأمة لصد هذه التهديدات، كانت أمنية أو فكرية أو أيديولوجية تأتي من الخارج. لذلك الدستور المغربي تجاوز مفهوم الشعب ووضع مفهوم الأمة المغربية، لما لهذا المفهوم من وجود على أرض الواقع في الأمة المغربية أو في الشعب المغربي قاطبة. فبالتالي هذه ميزة تميز عن باقي الشعوب الأخرى أو عن الشعوب المختلطة أو الخليطية كالدولة المجاورة. طبعا الأخوة الكرام، خطاب الملك محمد السادس كانت فيه رسائل قوية، ومفهوم الجدية هو مفهوم يجب على كل مغربي ومغربية سواء كان في القطاع العام أو الخاص أن يتبناه في عمله واستحضار الضمير المهني ليكون جديا في العمل على تطوير البلاد من خلال الاستماع للتوجيهات التي تتبناها المملكة المغربية والتي أصدرها صاحب الجلالة في يعني خطابات متعددة، ولعلها الخطاب الأخير الذي يدعو كل مواطن إلى أن يكون جديا لتنفيذ المشاريع التنموية لتطوير البلاد والاستمرار في المسلسل التنموي الذي يسعى إلى أن يجعل من المملكة المغربية نموذجا يحتذى به من قبل الدول الأخرى. والحمد لله أننا نجحنا في عدة قطاعات، منها الصناعة ومنها عدة قطاعات أخرى في البنية التحتية وغيرها. وأرى أنه في البلاطوهات الدول الشقيقة يضربون بنا المثل، وهذا ما يجعلنا نفتخر، لكن ما زال علينا أن نجتهد في مجالات أخرى لنسعى إلى أن نكون دائما النموذج الذي يحتذى به، وأن يتحدثوا عنا بدل أن نتحدث عنهم. فالجدية الإخوة الكرام واجب على كل مغربي ومغربية في مكانه ومن عمله ومن وظيفته لتنمية هذه البلاد وللسير قدما لتلبية تطلعات الشعب المغربي قاطبة. الملك محمد السادس في علاقاته الاستراتيجية أو في علاقات الخارجية تحدث عن العلاقات مع الجزائر، وأنا من وجهة نظري حقيقة أرى أنه كما قال الدكتور وكما قال الإخوة، هو يريد أن يحرج هذا النظام الذي يسوق للجزائريين على أن كل إشكالاتهم التي لم يتمكن النظام من حلها يحاول أن يلصقها بفزاعة المغرب. فأتى هذا الخطاب الملكي لينسف هذه الأسطوانة أو هذه البروباغندا التي يستخدمها النظام الجزائري لإعطاء الدرائع للجزائريين. فأعتقد أن هذه الطريقة هي طريقة راقية في القصف وطريقة راقية دبلوماسية. أولا تضرب عصفورين بحجر واحد، المنتظم الدولي والشعب الجزائري، فتترك هذا النظام في حرج من أمره لا يعرف ما يفعل. كيف يبرر لهم أن المغرب دولة عدو والمغرب يقول لهم لن يأتيكم منا شر؟ أعتذر عن الإطار الإخوة الكرام، كل التحية لكم من مدينة الداخل. شكرا جزيلا لك، وتحية لمدينة الداخلة. تحية المدينة ديالنا الجميلة اللي أنا شخصيا دائما العيون الداخلة واستمارة ومجدور دائما كنمشي، بمعنى أنها مدينة رائعة، الناس فيها ناس طيبين كما الأقاليم الجنوبية ديالنا، وحنا توحشنا
توحشنا اتاي، كتوحشنا الشاي. قلت صافي دكتور رمضان انا انا اذا شفت